هلا بكم. أنا موسى. أعتذر عن الانقطاع الطويل. اليوم راجع لكم جيم أتمنى يرضيكم عن الغيبة الطويلة. الجيم هذا اللعب بين البطلين الأمريكيين فابيانو كاروانا وهيكارو ناكامورا. فابيانو بالقطع البيضاء لعب ضد السيسيليان. هيكارو يلعب نايدورف مع الاي 6. وهنا تفريع بيشوب جي 5. طبعا تفريع بيشوب جي 5 في غيره اف 3 بيشوب اي 3 بيشوب اي 2 او بيشوب جي 5 زي ما شفنا. طبعا هنا اي 6. اي 6 معروفة اول ما يلعب البيشوب على جي 5 اللاعب الاسود يعرف وين يحط جندية بدلا على اي 6 بدلا عن اي 5 اللي راح تسمح طبعا بنايت تو دي 5. لذلك ربط الحصان يعني حماية المربع هذا من قبل اللاعب الأسود بجندي الاي 6 بدلا عن جندي الاي 5 يهاجم النايت، لأن النايت راح يطلع على دي 5. لذلك بعد بيشوب تو جي 5 اف 4 من كاروانا. لازلنا في تفريع رئيسي اتش 6. البيشوب لو أخذ الوزير راح ياخذ بيشوب تو اتش 4. وهنا كوين تو بي 6 تهدد الجندي على بي 2، لكن كاروانا بعد الاي 3 اصبح الجندي هذا مسموم جدا. فلو كوين تيكس بي 2 نايت اي 4 والوزير مطحون، لذلك وزير ياخذ. وهنا اللاعب الابيض فايز. طبعا في اكثر من خيار نايت بي دي 7 immediately نايت سي 6، لكن اللاعب الاسود اللي هو هيكارو ناكامورا حاب يبيت جهة الملك، مو خايف من جندي الاف 4، ولذلك ما يبغى ياخذ بالجندي حق الجي اذا البيشوب immediately takes the knight. لذلك بدلا عن نايت سي 6 او نايت بي دي 7 بيشوب تو اي 7. في حالة بيشوب takes knight بيشوب takes knight. الان بعد بيشوب تو اي 7 البيشوب الابيض انتهى دوره من الجيم بعد ما تغطى النايت. ازعج النايت بكفاية وازعج الوزير. الان يرجع على اف 2 يغطي دياغونال مهم جدا، كذلك دياغونال اكتف على جهة الملك الابيض. يهدد الوزير والحصان راح يطلع على الاي 6 او الاف 5 يهاجم الجي 7 اغلب الاحيان على الاي 6. كشف على الوزير، لذلك الوزير انهى دوره بعد ما صار الجندي هذا مسموم وتراجع على السي 7. والان الخطة الرئيسية في الجيم ان الوزير يطلع على الاف 3. اف 3 يضرب على الاف 7 يقدم الاف 5 يسيطر على السنتر ويكون اقرب للسنتر من وزير اللاعب الاسود. كوين تو اف 3. وهنا اللاعب الاسود خطته واضحة، يلعب النايت على سي 6 يقدم بي 5. النايت راح يغطي على اي 5 يهدد الوزير على اف 3. الملك الابيض طبعا راح يبيت ويلعب اللاعب الابيض جي 4 جي 5 ويطلع او عفوا اف 5 احيانا في بعض الحالات ويهاجم الملك اذا بيت، لان تبيت الملك الاسود جهة الوزير راح يكون بطيء، وغير انه يكون بطيء ما يقدر يهاجم جناح الملك الابيض، وهذه فرصته الهجومية الوحيدة تقريبا. وكذلك الملك مكشوف. الان بدلا من نايت سي 6 لاعب نايت بي دي 7. ونايت بي دي 7 ايضا جيدة لان البرايمري تارجت عندنا والهدف الرئيسي عندنا هو مربع الاي 5 اللي يتخاصم عليه الجميع. بيت اللاعب الابيض وهنا على طول بي 5 ناكامورا يرد الهجوم بهجوم. وهنا كاروانا يستمر ايضا بالجي 4. البيشوب الاسود راح يطلع على بي 7 ويصير قطعة قوية جدا على المربعات البيضاء، يقصف نصف البورد الاي 4 الاف 3 الجي 2 والاتش 1 كلها عليها قطع مهمة. البيشوب ضروري يطلع على الجي 2 عشان يجابه في البي 7.
لكن ناكامورا استعجل بالجي 5. وفي الموضوع هذا الرسالة هي انه الملك الاسود راح يجلس في وسط الميدان الا اذا حصل طارئ. H4 يسمح للجندي انه ياخذ على الF4، وبالتالي يسمح للحصان انه راح يطلع على E5 ويهدد وزير F3. وش مكسب اللاعب الابيض؟ وش مكسب كروانة هنا؟ راح نشوف. طبعا بدلا عن H4 لو F takes G5 النايت يطلع على E5، وهنا الوزير مهدد يرجع على G2. النايت من F6 ياخذ على G4، جندي ياخذ، الروك تاخذ، هنا بيشوب E2، نايت تيكس، كوين تيكس. زي ما انتم شايفين الوضع تقريبا تعادل. الاسود عنده انيشيتيف، ملكه مرتاح وراح يهاجم من كل الاطراف. لكن بعد G5 H4 يسمح للجندي ياخذ على الF4، الجي ياخذ على F4، وهنا بالراحة ما اخذ الوزير. لو اخذ على F4 جاية الE5 فورك، لذلك بالراحة E2، وهنا B4 يهاجم الحصان ويفكك، يدبل الجنود البي، يستعد للهجوم، خاطف على لاين البي. الجندي راح يتقدم ويفتح ثغرات على جهة وزير الملك اللي هو مبيت فيه. طبعا بدلا عن B4 كان في خيار، وهذا الخيار راح يطلعنا الى سيناريو ثاني. زي ما اني معودكم ندخل في سيناريوهات في الجيم وندرس وسط الجيم بزيادة. طبعا لو D5، لو دخلنا 15 D5 E takes D5، نايت يجي هنا يهاجم الوزير. لكن الحل الوحيد بدل ما يرجع الوزير على G2 او لا H3، تضحية خطيرة جدا، نايت takes B5. لو A takes B5 نايت يقدر ياخذ، او البيشوب يقدر ياخذ بتشك كش، بيشوب يطلع D7 تشيك، نايت ياخذ، او الوزير، النايت افضل. الان الوزير على B3، E takes D5، النايت attacking الوزير على C6. مربعات السوداء او المربعات المظللة خطيرة جدا بسبب بيشوب F2. روك تيكس، الروك تهاجم الحصان مع الوزير، الحصان يحمى عشان يتحرك الوزير الابيض براحته. يبيت الان اللاعب الاسود، وهنا تقريبا اللاعب الاسود ستيل افضل. لكن تضحية اللاعب الابيض هنا، لو C takes B5 نايت تيكس. التفريع هذا يطول شرحه، لكن بعد التضحية البيشوب راح ياخذ افضل من النايت. لكن بعد نايت to E5 راح نشوف بعد نايت تيكس، خلونا نشوف كوين B8 بدل A takes B5. هنا راح يطلع النايت على C6، يهاجم النايت ويهاجم الوزير. لو الوزير راح على B7 نايت تيكس نايت سموذلي، وهنا يسترجع القطعة. طبعا خلونا نشوف الجندي ياخذ، هنا ياخذ على E6، يهاجم الحصان، الحصان يحجب الدي فايل، تشيك فورك. وهنا بعد ما يطلع الوزير ما ناخذ الروك على طول، نبغى نقدم جندينا. البيشوب يحمي الروك لان الروك ما لها اي مكان في الجيم تطلع له او تهرب منه. نايت تيكس، بيشوب تيكس، البيشوب يهاجم البيشوب، ياخذ بالروك. بيشوب يفرغ الرانك الاخير بسبب الجندي المتقدم. بيشوب
to f3، وهنا الوزير يحجب يهاجم الروك في نفس الوقت. بيشب تيكس نايت. لو الوزير أخذ وش راح يصير عندنا؟ خلونا نشوف. لو الوزير أخذ البشب راح ياخذ القلعة هنا. طبعا هذا تفريع d5. قلنا knight to e5. التفريع الرئيسي في الجيم طبعا هو b4. d5 ما لعبت ولا knight to e5. b4 a takes b4. knight to e5 الحين نشوفها. الوزير أخذ على f4. knight takes g4. bishop takes g4. والآن بدلا من knight takes g4 الخطوة الخاسرة، الآن e5. زي ما انتم شايفين البشب اتاكت مرتين، الوزير اتاكت والحصان اتاكت بالفورك. وين يروح الوزير؟ وهنا افضل نقطة في الجيم اللي يخلي جيمنا جدا مميز. وين يروح وزير كروانا؟ كروانا ساكس ذا كوين. كوين ساكرفايس، تضحية بالوزير على f6. بيشب تيكس كوين. وهنا النايت d5 اتاكينج الوزير والفيل على f6. الوزير يرجع على d8 يحمي الفيل. وهنا نايت to f5. طبعا كان بالامكان نايت to c6. بيشب تيكس g4. النايت ياخذ. طبعا وين يروح الوزير بسبب البيشب على f6. هنا نايت تيكس d8. البيشب ياخذ، الروك تبتعد عن الفيل. لو البيشب اخذ على d1 نايت تيكس f6. الملك ياخذ، الروك تاخذ هنا. زي ما انتم شايفين الجندي هنا ضعيف، واللاعب الابيض عنده الاكسشينج. طبعا بعد نايت تو d5. النايت مر على c6. النايت راح على f5. روك b8. ناكامورا جدا ما عنده خطوات. نايت تيكس، كوين تيكس، والآن روك تيكس. كان فيه خيار ثاني اللي هو نايت تيكس d6. أيضا كذا ناقد أيدوا التفريع هذا. النايت ضارب بتشك، الملك يبتعد، الفيل يطلع على f5. بيشب e6. بيشب c5. هجوم بالكشف، الملك ما يقدر يتحرك. لو نتحرك على الجي فايل الروكس او الروك من الاتش راح تعطيه تشك. لذلك روك اتش f1 في مقابل الوزير. وهنا هجوم بالكشف على الوزير. الوزير يطلع على الاي 7. برضو بن. الوزير ياخذ، الروك تاخذ هنا. وهنا اللاعب الابيض طبعا فايز. طبعا الروك عشان تتحرك تطلع تصير اكتف، ما تقدر تحتفظ بالجندي هذا. لذلك اللاعب الابيض متقدم بجنديين خطيرين. طبعا هذا في حالة نايت تيكس، او عفوا نايت تو e6. روك تيكس e6 هي الجيم عندنا. بيشب تو e6. دبل روكس. اللاعب الاسود بيت، ناكامورا بيت. طبعا الوضع كان جدا خطير. h5 يقفل على جناح الملك. كوين g5. الكوين عليها قطع كثيرة جدا. كوين باك تو f6. نايت تيكس h6 بحماية الفيل وتشك. الملك على h8. البشب اجين على f5. الوزير على e7. وهنا b5 خطوة فاضية من كروانا. يبدو انه يعني وصل الوقت المفروض النايت تيكس f7. كوين تيكس. روك تيكس. بيشب رجع قطع بجندي. الوزير
مضطر ياخذ على H5 وهنا يطير الوزير. لو اي خطوة ثانية مثلا خلونا نشوف في طبعا كوين تيكس E6، وفي عفوا في عندنا كذا خطوة غير كوين تيكس E6. مثلا لو روك تو E8 تشيك فالوزير مضطر يحجب، لذلك الوزير بعد روك تيكس E6 ياخذ على H5 ويطير الوزير. لذلك الخطوة الفاضية B5 ليست سيئة لكنها ما هي دايركت. كوين تو E8 now knight takes F7 روك takes F7 روك takes E6 الوزير ياخذ الجندي، وهنا تشيك كوين عفوا بعد التشيك هذا ناكامورا استقال. ليش استقال؟ طبعا الكوين جات اخذت الجندي، راح تهدد بالتشيكس تحاول تعطل هجوم اللاعب الابيض، لكن بعد روك تيكس H6 او عفوا روك تو H6 ناكامورا استقال بالقطع السوداء. السبب انه بعد كينج تو G8 روك تو G1 تشيك، كينج تو F8 تشيك، كينج تو E7 روك تيكس روك وزير ياخذ، وهنا تشيك الملك مضطر يطلع على D8 وهنا روك تو G8 يطير فيها الوزير. اتمنى انكم استمتعتوا بالجيم هذا، جيم جدا جميل بين الثنائي الامريكي. ان شاء الله اشوفكم قريبا في جيم اخر. في امان الله.